بعض الرجال وبعض النساء يتهاون في نشر وإرسال مقاطع فيها صور للنساء أو موسيقى أو أغاني، وهذا أمر محرم، وهذه من السيئات الجارية في الحياة والممات، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ويوم القيامة سوف يختم على الفم فتنطق الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الجلود والأعضاء والجوارح سوف تتكلم يوم القيامة. اسمع ماذا يقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالذي قادر أن ينطق هذا العضو قادر أن ينطق هذه الأعضاء، فانشر ما ينفعك في قبرك. فاحرص على نشر القرآن والأحاديث الصحيحة وفتاوى أهل العلم والمواعظ، وهذا من العمل الذي لا ينقطع بعد الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جعلني الله وإياكم مباركين أينما حللنا.